ضيف الصباح. صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع، سعيدة جدا بلقائكم مجددا في موسم جديد من برنامج ضيف الصباح الذي يتزامن اليوم مع انطلاق الشبكة البرامجية للإذاعة الجزائرية القناة الأولى تحديدا بمواضيع هادفة وبرامج نتمنى أن تكون دائما عند حسن ظنكم وتلقون فيها دائما الإفادة كما عودناكم. نستهل هذا الموسم بالحدث الاجتماعية، دخول الاجتماعية، الحدث التربوي الذي يلقى الاهتمام بكل تأكيد، وأسعد فيه باستضافة مدير التعليم الابتدائي بوزارة التعليم التربية الوطنية السيد ضيف الله محمد. صباح الخير سيد الكريم، سعيدة بلقائك، وأنا أعلم أنكم لم تأخذون عطلة، وفقكم الله. شكرا لكم على الاستضافة المرة الثانية في القناة الأولى. نتمنى لكم أيضا عودة موفقة ولجميع موظفي القناة الأولى ولجميع موظفي قطاع التربية الذين لم ينالوا قسط من الراحة تحضيرا لهذا الموسم. البداية بكل تأكيد سنكون بعد أيام على موعد مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023-2024. سنسلط الضوء على المستجدات الأساسية لهذا الدخول التعليمي أساسا إجمالا وبأكثر تفصيل في التعليم الابتدائي الذي يعرف هذه السنة إدراج مواد جديدة. الإنجليزية كانت السنة الفارطة وهذه السنة توسعت. الرياضة أيضا، مادة التربية المرورية هي مواصلة بكل تأكيد لمسار الإصلاح المدرسة التربوية. بداية، ما هي الأهداف التي تتوخاها الوزارة والتي سطرتها من خلال هذه المواد الجديدة المدرجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وزارة التربية الوطنية في خضم مسار متواصل، في كل سنة لدينا تجديدات وتصليحات، وهذا يدخل في إطار العادي لكل منظومة تربوية. هذه السنة كان لدينا النقطة الأولى هي توسيع تدريس اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة متوسط، وهو ما أدى بالوزارة إلى توظيف 4144 أستاذ جديد لهذه السنة. المادة الجديدة التي ستدرج هذه السنة هي مادة التربية البدنية والرياضية، لكن لا تدرج، هي ليست جديدة في النظام التعليمي، هي موجودة. الفرق هو أن رئيس الجمهورية قرر إدراج هذه المادة أو تدريس هذه المادة من قبل أو ممارسة هذه المادة من قبل متخصصين، وهذا هو الفرق. إذا المادة ليست جديدة، المادة موجودة في نظام التربية منذ 1962. الجديد هو إعادة النظر في النظر لهذه المادة، ما هي الأبعاد المرادة من هذه المادة. في السابق كان الذي يقوم بتدريس هذه المادة هو الأستاذ المواد الموحدة، أستاذ تقريبا يدرس كل المواد ويقدم هذه المادة على أساس مادة تنشيطية. الآن النظرة إلى هذه المادة تغيرت، سنقدم هذه المادة بثلاثة أبعاد. البعد الأول هي ممارسة للتربية البدنية لغاية إدماج الأطفال داخل النظام الاجتماعي والتربوي كذا. الجزء الثاني وهو الجديد هو أن تصبح هذه المادة البحث عن لديليت المادة الأولية لهؤلاء الأطفال، البحث عن الأبطال منذ أو التكفل بذوي القدرات في هذه المادة ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي. الاتجاه الثالث وهو الجديد أيضا هو القدرة على تدريس هذه المادة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن البرنامج الجديد الذي تم إعداده تم التكفل بهذه الفئة، وهذا أمر جديد في المدرسة الجزائرية. إذن الآن هناك برنامج جديد تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية للبرامج يتكفل بكل التلاميذ، وأيضا له سياقان. السياق الأول هو كيف نتكفل بذوي المواهب، والجزء الثاني كيف نتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في المدمجين في النظام التعليمي الجزائري. هذا هو الجديد. بالنسبة لمادة أخرى كنت ذكرت أنها مادة، وهي التربية المرورية، هي ليست مادة، هو نشاط أو بعد من الأبعاد أدمج ضمن النظام التربوي. والأهمية لهذا الموضوع قد يبدو أنه أمر جديد. من مهام المدرسة الموكلة لها في القانون التوجيهي 0804 هو مهمة أساسية، وهي التنشئة الاجتماعية. هذا الموضوع يدخل ضمن أحد مهام الأساسية، وهي التنشئة الاجتماعية. حينما نعلم أن عدد كبير من أطفالنا والعدد
يذهبون ضحايا حوادث المرونة كثير. يتعرض هؤلاء الأطفال إلى هذه الحوادث. هذا البعد أدرج ضمن البرامج التعليمية أو بث في البرامج التعليمية لثلاثة أبعاد. البعد الأول هو بعد حمائي، كيف نحمي أبنائنا من حوادث المرور. في البعد الحمائي لدينا مستويين. المستوى الأول على مستوى التعليم الابتدائي هو كيف نمكن هؤلاء الأطفال من أدوات حمائية. على مستوى التعليم المتوسط والتعليم الثانوي هؤلاء يقومون بسياقة الدراجات النارية، البعض يقوم بسياقة السيارات. كيف ندخل ذلك الوعي لإدراك الخطر الذي يشكله كسائق على الآخرين والخطر الذي يشكله كسائق على نفسه. البعد الثالث الذي نريد أن نصل إليه هو أن نجعل من هؤلاء الأطفال حلقة لإحداث توعية للمجتمع، لأنهم في كل الحالات هؤلاء الأطفال مرافقين لأوليائهم. يستطيع أن نؤثر من خلال هؤلاء الأطفال على الأولياء لتفادي ما يحدث من مآسي في حوادث المرور. إذن هي ليست مادة لن تدرج كمادة، ولكن ستبث في كل المواد بدرجة متوافقة، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم المتوسط. سنعود للتفصيل في كل مادة على حدة أستاذ ضيف الله. بالنسبة لهذه المستجدات أذكر على ضوء ما قلت يفهم من ذلك أنه تم التأسيس لها وفق منهجية تم التأسيس لها أو منهاج أو مقاربة تضمن تحسين مستوى التعليم وتنمية مهارات الطفل. الآن بالنسبة للمادتين، مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية البدنية، المجلس الوطني للبرامج قام بإعداد برنامج السنة الرابعة للتعليم الابتدائي، وأعاد النظر في كل برامج التعليم الابتدائي بالنسبة للتربية البدنية، لأنها الآن صارت تدرس من طرف متخصص. أكيد البرنامج سيختلف. النقطة الأولى هذا في الجزء البرنامجي. الآن المقاربة التدريسية تم الاعتماد على بالنسبة للغة الإنجليزية، وهنا أؤكد على المقاربة الشفوية. والطفل في هذه المرحلة له القدرة على امتلاك أكثر من لغة في هذه السنوات القصيرة، بل هي المرحلة الأساسية لتثبيت هذه اللغات في التعليم. دعني أفتح معك قوس هنا، لأنه كان هناك ارتياح من قبل الأولياء بالنسبة حسب ما لاحظوهم على أبنائهم، أن هناك ارتياح في كسب هذه اللغة. ماذا يراد من تعليم هذه اللغة؟ هل هو التمكن من استخدام هذه اللغة، خلافا على ما حدث في اللغة الفرنسية، رغم أنه يتم تعليمها على مدار أطوار 3 ولكن لا يوجد التحكم في هذه اللغة؟ جيد. هنا نتحدث دائما، أنا قلت على المقاربة الديداكتيكية المعتمدة في تدريس اللغات الأجنبية. أولا تدريس لغتين أجنبيتين يعود إلى هي ليست بدعة في وزارة التربية. أولا نعود إلى القانون التوجيهي للتربية، هو ينص على وجوب التحكم المتعلم في لغتين أجنبيتين على الأقل. النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقاربة المعتمدة. الآن نحن في عملية تطوير المناهج. أكيد جربنا المقاربة التي تعتمد على النظام الكتابي واعتمدناها في اللغة العربية على أساس أنها لغة الأم، لكن بالنسبة للغات الأجنبية يجب أن نعتمد على المقاربة الشفوية أولا، لأنها القصد منها هي لغة التواصل، بقصد التواصل، عكس اللغة العربية التي يجب أن نعتمد المقاربتين معا، مقاربة الشفوية والمقاربة الكتابية، لأنها في الأصل هي لغة تعليم. وهذا هو الفرق. إذن الاتجاه الذي ستذهب فيه وزارة التربية الوطنية هو التركيز على اللغات الأجنبية بقصد تحقيق التواصل. وهذا هو المقاربة التي ستعتمد، واعتمدتها اللجنة الوطنية للمناهج في إعداد برنامج اللغة الإنجليزية. نعم. بالنسبة للغة الإنجليزية دائما التي تقرر رسميا توسيعها هذه السنة الثالثة والرابعة، تم إدراجها في التعليم الابتدائي، تم توفير الكتب المدرسية. ما هي الأهداف أيضا المرجوة؟ دعيني لا أتحدث عن الكتب المدرسية للغة الإنجليزية، بل أتحدث على مجموع الكتب. كل المدارس تم قبل نهاية السنة توزيع كل الكتب، وبقي كتاب اللغة الأمازيغية الإنجليزية وصل إلى كل المدارس وهو متوفر. وقام هناك تم
وضع تقريبا في كل ولاية معرض لبيع الكتب، وكل المؤسسات الكتب موجودة، تم تسليمها، الكثير منها انتهى من تسليمها خاصة الكتب المجانية راهي موجودة، ولا يطرح لا على مستوى عددها ولا على مستوى توزيعها على مستوى الوطني. بالنسبة للكتب أيضا مرحلة التعليم الابتدائي كلها تم تسليمها للتلاميذ. تسليم، هناك عملية البيع راهي تتم في المعارض وتتم في محلات تم تخصيصها، وهي موجودة على مستوى المدارس، ليس على مستوى التعليم الابتدائي ولكن التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. نعم، يعني إشكالية الكتب غير مطروحة، لن تطرح بإذن الله تعالى وقوته. نعم. بالنسبة للتربية البدنية، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد دعا إلى دعم الرياضة المدرسية. ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار؟ لأنه يطرح أيضا إشكالية تجهيز المؤسسات التربوية الابتدائية تحديدا بالمرافق الضرورية، ملاعب وغير ذلك، هل هي متوفرة؟ كيف يمكن أيضا تدارك كل الاختلالات؟ دعيني، أنا قلت أن هذه ليست جديدة تربية بدنية في المدارس، إذن هي كانت تمارس بطريقة معينة، لأن نريد تطويرها. إذن التطوير يتم أولا نستغل كل الملاعب الموجودة في المدارس وعددها كبير، لدينا أيضا ساحات المدرسة المهيئة والتي يمكن القيام بها، فإن لم تكن هناك ساحة فوزارة التربية قررت أيضا تحضير قاعات متخصصة لتدريس لممارسة هذه التربية البدنية. وأعتقد أن هذا المشكل لا يطرح إلا في مدارس قليلة. لما طرح هذا المشكل تمت وزارة التربية الوطنية قامت بعمل، وهو إحصاء كل الهياكل القريبة من هذه المؤسسات، سواء كانت هياكل تابعة لقطاع التربية أو هياكل تابعة للبلديات أو هياكل تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لاستغلالها في ممارسة التربية البدنية والرياضية للمدارس التي لا تتوفر تماما على مكان لممارسة هذه الرياضة. هناك ارتفاع في عدد التلاميذ المتمدرسين الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة؟ أكيد لدينا نسبة تتراوح ما بين 3 و 4% زيادة في عدد التلاميذ الملتحقين. نحن الآن نتحدث على ما يفوق 11 مليون متعلم في قطاع التربية الوطنية. قاربنا ال 11 مليون في سنة 2022-23. أعتقد أن سنتجاوز هذا العدد بقليل في هذه السنة بحول الله تعالى وقوته، إن لم يكن لدي الرقم الدقيق في هذا الموضوع. نعم. بالنسبة سألتك هذا السؤال الحديث عن الهياكل والتجهيزات عموما بالنسبة للمرافق التربوية. السيد وزير التربية الوطنية كان قد أشرف على عديد اللقاءات لضمان جاهزية كل هذه الهياكل، خاصة تلك التي كانت تعاني من بعض الصعوبات. تم تجاوز كل الاختلالات التي قد تعكر الجهود المبذولة لإنجاح الدخول المدرسي. أكيد في بعض المرات بالنسبة لوزارة التربية تقوم في كل سنة باستلام عدد معتبر من المؤسسات التربوية، بغاية إما أنه أماكن المشاكل التي تطرح ستكون في بعض الأماكن التي تم الترحيل إليها أو بعد، ولكن دائما في تحضير الدخول المدرسي 2023-2024 وخاصة في الندوة الوطنية للصيف الماضي تم ضبط كل الأماكن التي ممكن أن يكون فيها الضغط، واتجهت وزارة التربية إلى المسارين. المسار الأول هي إيجاد بدائل لهذه المؤسسات بشكل من الأشكال مع ولاة الجمهورية، والجزء الثاني هو البحث في حالات النادرة، البحث عن حلول بيداغوجية للتكفل بتغيير أنظمة التعلم داخل المؤسسة نفسها لضمان تخفيف من عملية الضغط أو الصعوبات التي ممكن تعترضنا للتكفل بكل التلاميذ. ولكن دائما هناك حلول بيداغوجية، إما حل جذري ببناء مؤسسة أو إيجاد بدائل تحويل التلاميذ إلى آخره، والحل الثاني هو مباشرة التكفل البيداغوجي بإيجاد آلية من الآيات لإعادة تنظيم التوقيت داخل هذه المؤسسة. نعم. المدرسة الجزائرية أيضا انخرطت في أنماط التعلم الجديدة والحديثة بالاعتماد على الألواح الرقمية. هل استكملتم تجهيز كل المدارس الابتدائية المستفيدة من هذه الألواح؟ وهل هناك ارتفاع في عدد الأقسام أيضا المعنية بهذا النمط الجديد من التعلم؟ السنة الماضية كنا نتحدث على مدرسة في كل بلدية، الآن نتحدث على مدرستين في كل بلدية. تم هذه السنة تجهيز 1200 مدرسة، الآن صارت لدينا مدرستين في كل بلدية. مدرسة أو قسم؟ مدرسة مجهزة بالألواح الرقمية في كل بلد، مدرستين مجهزتين بالألواح الرقمية في كل بلدية. الآن نتحدث على مستوى الرابع والخامس أو الثالث والرابع والخامس. الآن ستكون لدينا، الآن نحن نسير بخطى متسارعة. هذه السنة لدينا 1200 مؤسسة تم تجهيزها، وإن شاء الله سنمشي بهذا الرتم. إذا مشينا بهذا الرتم لن نقطع أشواط كبيرة للانتهاء من العملية. إن شاء الله في السنوات القادمة سنجهز
الوزارة التربية سيكون لها إمكانيات لتجهيز كل المؤسسات بهذه اللوحات الرقمية. نعم، حتى أنتقل معك إلى موضوع أهم بكثير هو مسألة التقويم. نغلق هذا الجزء الأول. هل الآن بالنسبة لهذه المواد الأولياء يتخوفون من الحجم الساعي؟ هناك كثافة في البرامج، هل هذا مطروح أم لا؟ لأنه يقال أنه المواد كثيفة قد تثقل كاهل التلميذ أو تؤثر على قدراته الاستيعابية. أعتقد أن في هذا الباب، في باب المواد وفي التعليم الابتدائي وعدد المواد إلى آخره، أولا يجب أن نتحدث بشكل علمي. لا توجد مواد نعم التسمية هي مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات ومادة التربية، لكن في الحقيقة ما هي إلا مبادئ أولية. لذلك لديها أستاذ وحيد. لو كانت مواد كمواد كان يجب أن يكون لدينا في كل مادة أستاذ. هي مبادئ أولية لكل التعلمات. حينما نتحدث عن المبادئ الأولية للرياضيات، وفي السابق كنا نسميها التربية الرياضية، نسمي التربية العلمية، نسمي التربية الإسلامية، نسمي التربية المدنية. لا أتحدث على المادة كمادة. هي مبادئ أولية أساسيات للتعلم. لذلك تم تخصيص أستاذ واحد لتدريس كل هذه الأنشطة، وفي غالبها عبارة عن أنشطة. فالتخوف من عدد المواد وهذا أعتقد أنه تخوف غير مبرر. هناك مؤسسة هي المجلس الوطني للبرامج تحتوي على كثير من المتخصصين في مجال التربية والتعليم. لا يمكن أن يغفل هذا المجلس عن هذه النقطة. أيضا وزارة التربية الوطنية من خلال العمليات التكوينية التي تقوم بها هي تركز كثيرا على تعليمية هذه المواد وهذه الأنشطة. فالأمر لا يطرح تماما على مستوى الجانب الكمي. نعم، وزير التربية الوطنية كان قد كشف عن وضع جملة من الإجراءات خلال السنة الدراسية التي ستنطلق قريبا لإعادة النظر تحديدا في المنظومة التقييمية للامتحانات المدرسية الوطنية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. ما هي ملامح التقويم الجديد، خاصة أنه أنهينا السنة بمسار جديد هو تقييم المكاسب؟ كيف سيتم استغلال نتائج التقويم على مستوى المناهج والبرامج؟ سؤال جميل، وخفت أننا تمر هذه الحصة دون أن نتحدث عليه. أعتقد أن مسار التقويم وانطلق بتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وكانت هناك ندوة في نهاية السنة تم تقييم هذا العمل وسنستغل نتائج هذا الندوة لتصحيح وتعديل كل ما ممكن أثار بعض الإشكاليات في هذا التقويم. بالنسبة لاستغلال النتائج، أعتقد أن الآن بدأنا لأول مرة، كنت صرحت بها سابقا، لأول مرة نتحصل على قاعدة بيانات لكل الصعوبات على المستوى الوطني. نحن الآن نعرف كل صعوبة، مستوى هذه الصعوبة ومستوى تعامل أبنائنا مع هذه الصعوبة. أولا لدينا قاعدة بيانات وطنية. ثانيا سنرسل هذه القاعدة البيانات لكل مؤسسة تعليمية ينتقل إليها المتعلم. أولا زودنا الأولياء بدفتر تقييم مكتسبات. الآن كل ولي لديه يعرف الابن تاعه، يعرف ما هي الصعوبة التي يعاني منها وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف. الآن كل تلميذ سينتقل بهذه، سنرسل هذا الدفتر نفس الدفتر إلى كل المؤسسات التعليمية للتعليم المتوسط. سنزود المتوسطة بقاعدة بيانات حول الكوكبة التي وصلت إليها، مستويات الاكتساب عندهم، وسنزودهم أيضا قاعدة بيانات حسب المادة، وسنزود الأستاذ المدرس حسب المادة بشبكة الشبكة التحليلية لكل متعلم. إذن بالضرورة قبل أن يبدأ هذا الأستاذ في التعامل مع هؤلاء التلاميذ هو يعرف كل تلميذ على لو سي في تاع بطاقة تشخيصية لهذا المتعلم. هذا بدأنا الأسبوع الماضي في تكوين مفتشين حول كيفية التكفل بهذه الصعوبات، واليوم بحول الله تعالى هناك 6 ندوات جهوية لتكوين 1200 مفتش للتعليم المتوسط حول كيفيات استثمار هذه الشبكات ومعالجة الاختلالات. فيما سيأتي سنذهب إلى التعليم الابتدائي، أيضا سنزود كل المؤسسات التربوية بنتائجها بقاعدة بيانات تحدد العمل الذي تم إنجازه في 5 سنوات، وسنعمل أيضا على إيجاد مصفوفة لطبيعة الأخطاء ومتى بدأ الخطأ، وهذا هو العمل المهم. يكون تشخيص دقيق لحالة كل طفل تلميذ. لا هذاك بالنسبة للتعليم المتوسط وانتهت. الآن سنعود إلى التعليم الابتدائي، وسأعطيك مثال بسيط، بالمثال يتضح المقال.
لدينا معيار يتحدث عن الإملاء. الإملاء الآن بعض الأشياء تدرس في السنة الأولى. أعطيك مثلا في القراءة أو في الإملاء الكتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة، أو في القراءة نتحدث على الوصل. الوصل يتعلمه الطفل المفروض في السنة الأولى، كيف له أن ينتقل بهذه الصعوبة إلى السنة الخامسة. سنضع مصفوفة ونحدد متى بدأ الخطأ أو متى بدأ يظهر هذا الخطأ سنة بسنة، ونقوم بتكوين الأساتذة للتكفل بالخطأ وعدم نقله إلى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وعدم نقله أصلا إلى التعليم المتوسط. إذن العمل سنخفف من هذه الصعوبات سنة بسنة لكي لا ننقلها إلى التعليم المتوسط. قد ننقل عدد قليل منها وليس بالحجم الذي رأينا. هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني عن طريق قاعدة البيانات الوطنية سيكون للمجلس الوطني للبرامج إمكانية في النظر، إما أن يكون لدينا 3 نقاط، إما أن يكون هذه الصعوبة ناتجة عن تعليمية المادة وهنا نذهب إلى تكوين الأستاذ، إما أن يكون هذه الصعوبة ناتجة عن طبيعة البرامج وهنا سيتكفل بها المجلس الوطني للبرامج. نعم. بالنسبة لهذه الاختلالات كان هناك بكل تأكيد تشخيص. الوزارة الآن تولي أهمية كبرى للمعالجة البيداغوجية. كيف يمكن التفريق بين المعالجة، ماذا يقصد بها، كيف تتم المعالجة، ماذا يقصد بالمعالجة البيداغوجية، ما هو الفرق بين المعالجة البيداغوجية والاستدراك، وما هو دور الأولياء، لأن المدارس الخصوصية أو الدروس الخصوصية تدخل على الخط دائما. جيد. المعالجة البيداغوجية حينما يظهر الاستدراك، حينما تكون هناك، خلينا نتكلم عن المعالجة أولا. المعالجة البيداغوجية حينما نشخص خلل، تكون المعالجة في 3 مستويات. إما حينما نلاحظ الخلل عند المتعلم أثناء الدرس، يتدخل الأستاذ بأسلوب آخر. في الجانب اللغوي، المعالجة البيداغوجية أو هي عبارة عن إعادة وساطة بين المعرفة والمتعلم. نعم. قدمنا التعلم بطريقة معينة، هذا المتعلم لم يستطع أن يدرك هذا التعلم، أعيد بطريقة أخرى تقديم هذه المعلومة بأساليب مبتكرة حتى يتجاوز المتعلم هذه المعرفة. على مستوى التعليم المتوسط الآن أعطينا بروتوكول، تم تحديد بروتوكول كيف نشخص، أو لدينا كيف نجمع المجموعات التي تعاني من نفس الصعوبة. الأمر الأول، سيقوم الأستاذ بتحديد الصعوبة والمجموعة الأطفال الذين يشتركون فيها. ثانيا، يقوم بتحديد فترات. لدينا الفترة الأولى للمعالجة، ولدينا ماذا نعالج في بداية السنة وماذا نعالج خلال مسار التعلم. نعم. بالنسبة للاستدراك هي عملية مختلفة. الاستدراك هي قد سأعطيك مثال. لدينا بعض الأطفال الذين يغيبون أصلا عن الدرس، لا يحضر، لأن نستدرك لهم التعلم بالطريقة العادية. العلاج لا، العلاج هو أنني قدمت هذا التعلم وهذا المتعلم وجد صعوبة في تجاوز أو في إدراك بعد من الأبعاد، أعيد له الوساطة، أعيد تقديم هذا المحتوى بطريقة مبتكرة. نعم. ما هو أصل هذه الاختلالات وكيف سيتم استغلال نتائج التقويم على مستوى المناهج وعلى مستوى البرامج، على مستوى الكتب المدرسية؟ هل سيتم معالجة أو مراجعة كل هذا؟ هذه الاختلالات أصلها في الغالب أصلها في طريقة نتحدث على الوساطة. نعم. الأطفال لديهم أنماط من التعلم. هناك أطفال سمعي، هناك أطفال بصري، هناك أطفال يتعاملون يعني ماديا حسيا. نعم. حينما يعتمد المعلم مقاربة معينة قد تعتمد على المقاربة البصرية. فالأطفال الذين سمعيين أو لمسيين لا يستطيعون أن يدركوا هذا الأمر. إذن الآن هذه الصعوبات في بعض المرات لديها علاقة مباشرة بطرق التعلم. إذن لذلك قلنا أن إعادة النظر في منهجيات التدريس
أو في ديداكتيك المواد، تعليمية المواد، سنتجاوز من هذه وأخذ خصوصيات التعلم عند كل متعلم. العموم في الهدف المسطر من طرف الوزارة هو تحسين جودة التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي والتقليل من الرسوب الذي يحدث على مستوى السنة الأولى المتوسط. أكيد. ولذلك الآن حينما يصبح لدينا نخفف على الأستاذ الذي كان يدرس باللغة العربية، ندخل أستاذ للتربية البدنية، وبإدخال اللغة الإنجليزية أيضا أكيد، وبتحسين الأداء، بتحسين وتكوين متخصص لهؤلاء الأساتذة، أكيد سنتحصل على كثير من التحسينات على مستوى النظام التعليمي الوطني. ما هي رسالتكم للأولياء ونحن على مقربة من الدخول المدرسي؟ أولا نقول لتلاميذنا وأبنائنا مبارك لكم العودة في هذه السنة، واعتقد أنهم متشوقون، منهم أبنائي متشوقون للعودة إلى المدرسة. نقول للأولاد إن شاء الله سنرافقكم وسترافقوننا في هذا المسار، ونتمنى للجميع النجاح خلال السنة الدراسية 2023-2024. بكل تأكيد سيكون موسم ناجح بتضافر جهود الجميع. نتمنى النجاح لكل التلاميذ. سعدت كثيرا بالحديث إليك الأستاذ المدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية الأستاذ ضيف الله محمد على كل هذه الإثراءات القيمة كما عودتنا دائما. شكرا. والشكر لكم. شكرا مستمعينا. كان في إخراج هذا البرنامج على تقنية لايف ستريمينج أسماء أبو طرفة. تحياتي إلى اللقاء. ضيف الصباح قدم لكم من طرف اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. القناة الأولى، الصوت الأقرب إليك.